نسعد اليوم بتواجد الدكتور محمد بشر وزير التنمية المحلية في ملتقى المهندسين المصريين بالرياض الخامس لعام 2013. ونحب نسأله أهلا وسهلا بحضرتك معانا ونعرف انطباع حضرتك عن مؤتمر المهندسين المصريين بالخارج. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحقيقة انطباعي إيجابي لعدة أسباب. أول حاجة أنا سعيد ومبهور بالنشاط اللي عامله المهندسين في الرياض، لأنه أولا شعرت بأنهم مهتمين ببلدهم والمساهمة في تنميتها والمساهمة في نهضتها. الحاجة الثانية أنهم بيقترحوا حاجات عملية على مؤتمرات مختلفة في برامج عملية تكون قبل التطبيق، لأن التفكير الهندسي عملي وليس تفكير نظري. في ده المؤتمر الخامس حول الاستراتيجيات الهندسية للتنمية، وبالتالي بيفكروا بطريقة عملية عشان يساعدوا بلدهم ويدعموا نهضتها وتنميتها ورقيها، خاصة بعد ثورة 25 يناير. الموضوعات المطروحة موضوعات جيدة، ونأمل أن ربنا يوفقهم ويوصل للتوصيات قابلة للتطبيق. أما دورهم هم في حواراتهم ونقاشاتهم والندوات اللي هيعملوها هيحددوا إيه الأدوار التفصيلية اللي يقدروا يقوموا بيها وفقا لظروفهم ووفقا لاحتياجات مشروعات التنمية في مصر. حضرتك كوزير التنمية المحلية تتوقع أو إيه طلباتكم من المصريين العاملين بالخارج؟ إحنا ملناش طلبات، هم اللي لهم طلبات إنهم يسموا في بلدهم. يعني دلوقتي كل واحد مصري عليه أن يحرص إن هو يدعم بلده ويدعم نهضتها ورقيها ونموها بعد الثورة. وشرف لأي مصري إن هو يسهم بهذا الدور. الحقيقة المشروعات كثيرة والإسهامات كثيرة. إحنا في مرحلة تحول للتنمية في مصر، منها أنها تبقى بلد منتجة وليست مستهلكة، منها أنها بلد يبقى تصدر المنتج بدل ما تصدر الخام. يعني في مجالات التعدين بدل ما نصدر الخام بنعمل قيمة مضافة، وبالتالي مجالات التصنيع واسعة جدا في مجالات التعدين والمجالات الأخرى، المجالات الزراعية، المجالات الصناعات الصغيرة. كل واحد من اللي في الخارج أكيد له مجتمع محلي، له قرية، له مدينة، له مكان بيعيش فيه، يمكن أن يسهم بشكل أو بآخر فيما يحتاجه هذا المكان لتنميته وتحويله إلى طاقة إنتاجية، سواء من خلال الإسهام في مشروعات أو سواء الدراسات أو التدريب أو الاشتراك مع شركات عربية مشتركة أو مصرية سعودية لعمل مشروعات تخدم البيئة المحلية اللي هو فيها وتخدم مصر بشكل عام. فأنا بتصور أن الدنيا دلوقتي في مصر مفتوحة، وخاصة على الاستثمارات المصرية والعربية، أهم كمان من الاستثمارات الأجنبية، لأن لن يبني مصر إلا سواعد أبنائها. نعم، الجالية المصرية كانت عاملة مبادرة اشتري هداياك من مصر. اشتري هداياك من مصر. هذه المبادرة قائمة فكرتها ان احنا كمصريين مغتربين في الخارج متوسط شرائنا من 2000 ل 5000 ريال سنويا، وننزل نشتري هدايا. فاذا قمنا بتوفر اماكن لشراء الهدايا باسعار مناسبة في مصر، هيدخل مصر دخل كبير جدا من عائد هذا الشراء. قدمنا هذا المقترح للوزارة السابقة، لكن لم أي اهتمام. والفكرة جيدة جدا وهيبقى لها أكثر من هدف، وترويج الصناعة المصرية وتوفير العملة الصعبة واللي بنعاني من القصور فيها، لأن العملة الصعبة دلوقتي فيها ندرة لاحتياجاتنا للاستيراد بعض المواد الخام والغاز والمازوت وبعض المكملات من السلع المطلوبة، وبالتالي الشراء المصري لا شك له فائدة عظيمة لاقتصاد مصر. لكن أنا بتصور أن سبب القصور فيها في الفترة اللي فاتت هو طبيعة المصريين وثقافتهم. الشعب المصري عايز يبقى اللي جاي من بره لازم يجيب له هدية من بره، حتى لو كانت صناعة بس يبقى جايبها له من بره. المسألة عايزة حلول، باقة حلول مش حل واحد. ما بقاش مبادرة كده وخلاص، عايزة باقة حلول يشترك فيها التاجر بأنه يوفر سلعة معقولة وهدايا جميلة وتقدم للمصريين وانت راجع لهم، وأيضا الثقافة ان هم يبقى عندهم قبول ورغبة وترحاب وفرحانين بأنك تشتري لهم هدية من مصر، بل ان هم يشجعوك على كده. لحد دلوقتي لسه الثقافة دي مش موجودة. فلازم يبقى في دور للإعلام ودور للتعليم ودور للمواطن نفسه اللي بيشتري ودور للتاجر ودور للحكومة. فالأدوار دي كلها لازم تتكامل عشان الموضوع ده ينجح. احنا لما تصنع في مصر التابلت الجديد، بقى الناس كلها دلوقتي بقت بتهادي بعضها بالتابلت الجديد.
واولا فرحان ان في حاجه اتصنعت في مصر، فرحان ان في حاجه متطوره جدا في مصر، فرحان ان سعرها قليل. فبقى كل واحد لما تهدي له الحكايه دي فرحان، اللي بيشتري فرحان واللي حاسس انه بيعمل حاجه وطنيه. فانا عايز الشعور ده ينتقل الى الهدايا الاخرى، يعني ما يبقاش مجرد انه لا كانه لا والله لازم توفر لي، لا انا مش انا برجع بشتري من مصر، الناس بيقولوا انت جايبها لي من مصر مهما جبتها غاليه، القبول بتاعها نفسه ما بيتلقاش المتلقي بنفس الطريقه اللي بيتلقى. زي ما حضرتك قلت محتاجه تغيير ثقافي اضافه للجهد المبادره الجميله، يعني لابد يبقى فيه ثقافه، كل واحد يقنع اهله بما اقتنع به الناس وهم بيشتروا التابلت. فلازم يبقى في دور للاعلام ودور للتعليم ودور لنا احنا مع اهالينا، ونقول لهم دي حاجه وطنيه وحاجه، بحيث هم اللي يشجعوك على كده ويقبلوا هذا الامر، بل يساعدوك على تنفيذه، بل انهم ممكن يقبلوا ان تبعت لاهلك هناك الفلوس وينزلوا يشتروا لما انت تيجي تلاقي الهدايا جاهزه كذا. يعني لازم يبقى في اليات هتوفر كمان على نفسك الشيل والوزن الزياده وهتريحك انت كمان، تريح بالهاند باج كده مروح، يعني حاجه سهله جدا، ولا نقعد في المطارات نقول والله ده زاد 20 كيلو وزاد 50 كيلو. احنا كلنا هنبقى سعداء بالموضوع، بس لازم الثقافه تتغير. مظبوط. لان مش مساله انك واحنا نتمنى ان هي تتعمل حمله لهذا الامر، اشتري هداياك من مصر، وتتعاون فيها زي ما حضرتك قلت الاعلام والتجاره وكافه الاطراف. الحمله الثانيه اللي احنا كنا اتحركنا فيها، احنا مش عايزين نشتري بس هدايا من مصر، نشتري هدايا من مصر، والاهل اللي في مصر يطالبوا المغترب يشتروا لهم هدايا من مصر. نعم. يقولوا لهم يا ريت ما تجيبش معاك حاجه من بره، ارجوك ما تجيبش حاجه من بره، تعال اشتري مصر فيها كل حاجه، وتعال احنا بنسعد جدا لو اشتريتنا من مصر، وهنبقى سعداء جدا لو جبت لنا من مصر بدل ما تجيب لنا من الصين وتجيب لنا من الاغراق وتجيب لنا حاجات شريهه، ممكن يبقى الصناعه المصريه افضل. نعم. السؤال الثاني، احنا كنا عملنا حمله ثانيه اللي هي مبادره التحويلات. فمبادره التحويلات بعض الدول الاجنبيه عامله نظام نقاط، يعني المغترب لما بيحول عدد نقاط كذا بيحصل على تخفيضات جمركيه او بيحصل على يعني فوائد من حكومه بلده. فهل في نقل هذه التجربه ان كل ما المصري يحول مبلغ معين من المال يحصل على جزء من الفوائد او حاجه زي كده تشجيعا للتحويلات؟ هي فكره كويسه وما زالت تحت دراسه، وتحتاج لتعديل تشريعي وتحتاج لداتا بيس كامله عن كل واحد والتحويلات اللي بيعملها، بحيث ان الحسابات عاده لها سريه، وبالتالي انا لما اعمل التشريع ده يبقى لازم اطلع على كل حساباتك، كنت حولت كام باستمرار لازم اطلع على حساباتك وتبقى دي بموافقتك. نعم. ده جانب عشان عدد نقاطك. انا ادخل في هذا النظام، يعني ادخل في النظام وبقبولك، ما ينفعش اخد منك رقم حسابك ورقم التحويلات بدون علمك. نعم. والنوع العمله والكلام ده كله اصلا متعارض مع القوانين البنوك وسريه الحسابات، فلازم يبقى فيه قبول. الحاجة الثانية ان المزايا اللي بياخدها ممكن تبقى متنوعة، ما يبقاش فقط الجمارك، يبقى بدائل مختلفة للفائدة، بحيث اللي مش محتاج يجيب حاجات في الجمارك يبقى عنده بدائل أخرى يستفيد بها. نعم. الحاجة الثالثة ان هو ممكن يبقى فيه استعمال العملة المحلية بشكل أكبر بدل العملة الأجنبية، يعني ممكن نبقى احنا دلوقتي نفكر مثلا في نظام المقايضة، يعني عشان نوفر حكاية العملة الصعبة واحتياجنا ليها، ممكن بعض الدول نديها سلع وناخد منها سلع مقابله. نعم. بدل ما نصرف العمله الاجنبيه. نعم. فهي فكره جيده، وان شاء الله تكتمل دراستها بحيث ان الناس اللي هتشترك فيها طوعا عشان هم يقبلوا الكشف عن حساباتهم. نعم. بحيث ان هي ياخدوا الكريدت بتاع النقاط بتاع التحويل. نعم. شرفتنا النهارده ونامل ان احنا نشوف حضرتك ان شاء الله المره الجايه. نرجو النجاح ان شاء الله باذن الله. انا عايز اضيف كلمه اخيره ان بزيارتي للرياض يمكن دي ثاني زياره ولا حاجه جديده، وشايف ان في نهضه معماريه جيده، والمدينه مدينه جيده، والجهد اللي بذل فيها جيد من الامير سلمان وايام القاده اللي جم بعده، واحنا عايزين نستفيد بهذه الخبرات وتبادل الخبرات، ليس فقط الخبرات الاجنبيه، الخبرات العربيه نفسها، وننقل بعض الخبرات بين مصر والمملكه، ونحسن العلاقات، لأن العلاقات العربية خاصة بالنسبة للمملكة في غاية الأهمية بالنسبة لمصر، وبعد استراتيجي مهم جدا لمصر، ولذلك مهم جدا يعني توثيق هذا التعاون والتبادل، واللي يسعى له ويعمل على توثيقه وتعميقه كل المصريين المقيمين هنا في المملكة. متشكرين جدا. متشكرين جدا.